في جرائم اتسجلت ضد مجهول، في جرائم تانية اتسجلت ضد الإنسانية. القضية دي واحدة منهم. الساعة كانت 6:30 الصبح، لا ليل ولا نهار، الوقت اللي بتبان فيه كل حاجة مش واضحة، وكأن المكان نفسه لسه صاحي من كابوس. منطقة مقابر لسه تحت الإنشاء، طوب ورمل وصمت تقيل وريحة موت قبل ما الموت يبان. راجل وست دخلوا المقابر، ولا بيجروا ولا مستخبيين، بس أي حد يشوفهم يحس إن في حاجة غلط. الراجل كان ماشي مطاطي راسه والتوتر كان باين عليه، والست كانت شايلة حاجة ملفوفة في ملاية وبشكير، حاجة واضحة إنها مش عادية. تعال أقولك إيه الحكاية. بعد حوالي ساعة ونص عمال كانوا بيبتدوا شغلهم، وواحد فيهم يلاحظ حاجة مرمية جنب مبنى لسه بيتبني، ملاية ملفوفة جواها بشكير. المنظر مش طبيعي. الفضول يغلبه ويقرب منها ويفتح جزء بسيط، وأول حاجة تظهر منها رجل طفل. وفي اللحظة دي دمه وقف ويكمل فتح اللفة، وفي اللحظة دي يتصدم بجثة طفل كاملة عنده تقريبا 10 سنين، كدمات في كل حتة وآثار ضرب واضحة على الظهر والوش، متشوه بطريقة تخوف. ده مش ضرب عشوائي، ده كان تعذيب. البلاغ يوصل لرجال الشرطة والمكان كله يتحول لمسرح جريمة، والطب الشرعي يبدأ الفحص. ومن أول نظرة كان واضح جدا إن اللي حصل مش لحظة غضب، وتقرير الطب الشرعي أكد إن الطفل كان عنده 7 سنين، وحصل كسر في الجمجمة وخلع في أول فقرات الرقبة ونزيف داخلي حاد وضرب بآلة حادة وجلد على الظهر بسلك كهرباء. والأخطر والمريب في كل الكلام ده إن الإصابات دي كلها حصلت على مراحل. يعني الطفل ده كان واعي وبيحس بكل تعذيب كان بيتعذبه مرة ورا مرة. والوفاة حصلت بين الساعة 10 ل 11 بالليل، يعني كان في حد كان شايفه وهو بيتعذب وبيموت وسابه. وطبعا سنة 2004 كان لسه كاميرات المراقبة ما انتشرتش بشكل كامل، والمكان مقابر لسه تحت الإنشاء. ما كانش فيه غير غفير واحد قال لرجال الأمن: أنا شفت راجل وست الصبح كانوا داخلين المقابر، شكلهم كان غريب، وللأسف مفيش أوصاف ليهم ولا حتى شاهد تاني. كانت أقرب منطقة سكنية للمكان ده كانت منشية ناصر، منطقة زحمة ومليانة ناس كتير وأسرارها أكتر. 3 أيام يعدوا على رجال المباحث ولا خيط وصلوا له، لحد ما معلومة تيجي من مصدر سري. والمعلومة دي كانت بتقول إن في سواق نقل قال إنه وصل راجل وست الساعة 5:30 الفجر، كانوا شايلين عيل صغير وقالوا له ابننا تعبان. التحريات تتحرك فورا، والراجل ده يطلع اسمه محمد، متجوز وعنده ابن اسمه مصطفى عنده 7 سنين. الصورة توصل للطب الشرعي ويتأكدوا إنه هو نفس الطفل. محمد وسحر مراته التانية بيستدعوا للتحقيق. الخوف والارتباك كان باين عليهم هما الاتنين. الشك في الأول كان رايح لناحية سحر مرات الأب، لكن فجأة محمد بينهار ويبص في الأرض ويقول: أنا اللي عملت كده. ولما اتسأل ليه الجملة كسرت كل حاجة وصدمت كل الموجودين: أنا كنت بدافع عن شرف مراتي. وهنا لازم نرجع ورا شوية علشان نعرف اللي حصل. محمد من زمان شخص ضعيف الشخصية، ما يعرفش يواجه الأقوى منه، بس يعرف كويس يستقوى على الأضعف. وعمل كده مع مراته الأولى سوريا، وبعدين مع ابنه مصطفى. وبعد كام سنة سوريا ومحمد يقرروا الانفصال، وبعد الطلاق سوريا تهرب وبتاخد مصطفى معاها، وبعد تقريبا كام سنة بسيطة ترجع الطفل لابوه وبتقول له: انا مش حمل المصاريف دي. ومن هنا دخلت سحر الصورة. في الاول سحر كانت ذكية جدا، قدام محمد شكلها ملاك، وقدام مصطفى قسوة وضرب وتجويع، لحد ما مصطفى في يوم راح لابوه الشغل وحكاله كل حاجة بتعملها مراته من وراه. محمد غضب جدا وضرب سحر وطردها، وبعد شهر تقريبا رجعها تاني. ومن اللحظة دي سحر قررت
تلعب لعبة أخطر وقررت إنها ما تضربش الطفل تاني، لكن للأسف قررت تضرب دماغ أبوه. محمد في يوم كان راجع من الشغل متأخر مرهق جدا من ضغط الشغل وعايز يرتاح، وسحر كانت هادية زيادة عن اللزوم وقعدت جنبه وقالت بصوت واطي: أنا مستحملة كتير بس في حاجة أنا مش قادرة أعديها. ومحمد استغرب وسألها في إيه. سكتت شوية وبعدين قالت: مصطفى ابنك نظراته ليا مش مريحة. محمد استغرب أكتر في الوقت ده وهي قالت بهدوء: حاسة إنه بيراقبني بطريقة غريبة. محمد ساعتها ما فهمش بس دماغه ابتدت تشتغل، وبعد تردد قالت الجملة اللي خلصت كل حاجة في تفكير محمد: وانا داخلة الحمام بستحمى بحس ان في عين بتراقبني من خرم الباب. وقالت بعدها بسرعة: يمكن من غير قصد، هو طفل في الآخر. لكن للأسف ساعتها الكلمة اتحطت في دماغ محمد والصورة اكتملت حوالين دماغه. بعد كام يوم تعيد نفس الكلام لمحمد وتزود تفصيلة، تدخل عليه الورشة وتقول له: حصل تاني نفس الكلام وأنا مش قادر استحمل. محمد بيواجه ابنه وعلشان مصطفى صغير بيتلخبط ويقول له: أنا مش فاهم السؤال. ويعيد محمد نفس الكلام على مصطفى، ومصطفى للأسف يقول له: ما كانش قصدي. لخبطة الطفل بالنسبة لمحمد كأنها اعتراف ليه. وهنا الغيرة اتحولت لفكرة، والفكرة اتسمت الدفاع عن الشرف. ويوم الجريمة محمد للأسف ما تناقش مع ابنه، ضربه وجلده على ظهره. وأول لما الطفل وقع على الأرض وفقد الوعي افتكر إنه بيمثل، كمل عليه الضرب. وسحر كانت واقفة جنبه وبتقول له: اضربه كمان وسيبه يتعلم الأدب. 4 ساعات كاملين الطفل مرمي على الأرض فاقد الوعي لحد ما مات. الصبح غيروا هدومه، لفوه في ملاية وبشكير ونزلوا. وهم في الطريق الطفل مات، والشيطانة اللي كانت مع محمد قالت له: ما ينفعش خالص نروح مستشفى. وشاورت ساعتها على المقابر اللي تحت الإنشاء، واقترحت فكرة إنهم يخشوا المقبرة ويرموا الجثة جوه. وفعلا دخلوا هما الاتنين المقابر ورموا الجثة ورجعوا، والعمال يلاقوا الجثة والقضية تتكشف، الاعترافات تخلص والحكم يصدر: الإعدام لمحمد وسحر. القضية دي مش عن جريمة قتل وبس، دي عن كذبة اسمها الدفاع عن الشرف. طفل عنده 7 سنين يتقتل على ايد راجل ضعيف الشخصية صدق ست مريضة شيطانة وسمى اللي عمله دفاع عن الشرف. مصطفى الله يرحمه ما ماتش علشان خاطر عمل حاجة، مصطفى الله يرحمه مات علشان عايش في مكان مليان أفكار مريضة، وربنا يرحمه ويغفر له لأنه الوحيد في القصة دي اللي ما كانش مذنب. ولو عجبتك القصة يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان تدعمني وعلشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الحلقة الجاية.